كلنا نفسنا ولادنا يرتبطوا بذكر الله. في بوست قريته عجبني قوي واستفدت منه جدا، وربنا يبارك للي كتبه، اني اربط اي وقت انتظار بذكر الله. فمثلا لو هطلب من ابني الكبير يطفي على الحله، بدل ما اقول له الوقت بالدقايق احسب الوقت بالتقريب كده واقول له يطفي على الحله بعد 40 تكبيره، بعد 30 تسبيحه. فالحركه دي بتعلمهم بطريقه غير مباشره ان هم يذكروا ربنا في اوقات ممكن يضيعوها في حاجات تاني كتير بلا قيمه. ولو مثلا واقفين في طابور في المول ومستنيين دورنا، أفكرهم بذكر نقوله كلنا لحد ما يجي دورنا. والطريقة دي بتربطنا إحنا الكبار نفسنا بذكر الله، لأن مشاغل الحياة والشيطان ونفسنا الأمارة بالسوء مش بيسيبونا في حالنا وبيلهونا كتير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى. قال: ذكر الله. جربوها مع أولادكم، هتلاقوها بتجيب نتيجة أحسن بكتير من التوجيه المباشر، وبتربط قلبهم بذكر الله من سن صغير. وندعي ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا لكل حاجة فيها هداية وصلاح لولادنا.